بس أنا شايفة إني قليلة. أهلا بيكم في الصفحة الرابعة من كتالوج البنوتة. ليه لما ببص لنفسي بشوف إني قليلة؟ ليه لما حد بيختار غيري بحس إني مش كفاية؟ ليه حتى وأنا عاملة كل اللي عليا في صوت دايما جوايا بيقولي مش كفاية، لسه في أكتر؟ وغيره كتير من الأسئلة وجلد الذات اللي احنا أغلبنا كبنات بنوجهه لنفسنا معظم الوقت. فصفحة النهاردة من الكتالوج مش مجرد صفحة وخلاص، دي مراية هنبص فيها سوا، يمكن نعرف ونحل ليه شايفين نفسنا قليلين. بس عاوزاكم تعرفوا قبل أي حاجة محدش فينا اتولد قليل أو اتولد حاسس إنه قليل أو عنده نقص. الإحساس ده بيتولد جوانا مع أول نقد اتوجهلك، مع أول تعليق سخيف على شكلك، أو مع أول مقارنة اتحطيتي فيها مع غيرك، وحتى مع أول مرة حد فضل غيرك واختاره عليكي. يا ريت بقى ما حدش يقنعني انه الاحساس اللي عندك ده انت حاسه بيه من اللاشيء كده وخلاص، او علشان انت مولوده وحشه مثلا، مع ان ربنا خلقنا كلنا في احسن صوره. ولكن معلش يعني، هو لو زي ما انت بتقولي انك مولوده وحشه، هو لو ما حدش دلوقتي جه قالك انت وحشه، هتعرفي انك وحشه؟ لا، علشان انت الاحساس اللي جواكي ده وليد توقعات الناس فيكي مش اكتر. يبقى خلينا نقولها بكل صراحة ان السبب هو انت اللي سمحتي لكل من هب ودب يقول رأيه فيكي. معلش يعني يا زريبة، كل اللي رايح واللي جاي يرمي كلمتين وانت بكل غباء تصدقيه. طب ليه؟ هقولك انا ليه. اولا علشان انت مش عارفة ولا قادرة تفهمي قيمة نفسك. ثانيا لانك مش قادرة تحطي حدود وتعرفي كل واحد مقامه. ثالثا مش فاهمة ان قيمة البني ادم عمرها ما كانت بتتقاس بالشكل ولا المظهر ولا الفلوس. رابعا بتسمحي لاي حد يقولك نصيحة، وبتسمحي لاي حد يقول رأيه او ينتقد اي حاجة فيكي. يعني انا ما ينفعش اسمح لا اسمع من اي حد نصيحة، لا تقبلي ولا تسمحي نصيحة من اي حد وخلاص، لان قبولك وسماعك للنصيحة دايما هيخليكي تتحطي تحت ضغط ان اي حد ينتقدك ويقيمك بشكل مستمر. اللي زي دلوقتي اللي هيحصل، هيجي عليكي الوقت اللي تسألي نفسك هو انا قليلة؟ يبقى بقى ما تقوليش انا بتقبل النصيحة من اي حد وخلاص ايا كانت النصيحة دي ايه. لا، اقبلي النصيحة بس من حد تعرفيه، حد كويس واثقة فيه، في دينه، في خبرته، في مبادئه، وحتى في تربيته. طيب انا عملت كل اللي انت بتقولي عليه ده ولسه برضو شايفة اني قليلة، يبقى اكيد عندك مرض التعلق، بتتعلقي بناس بتبعد عنك وبتشوفي اللي مش شايفك اصلا، بتستني تشوفي قيمتك في عيون غيرك، وده في الاغلب مش هيحصل. واحدة مش شايفة نفسها اصلا وشايفة انها ملهاش قيمة، مستنية ايه من الناس؟ هتشوفك ازاي الناس؟ ما طبيعي هيشوفوكي بلا قيمة. ما بتسمحيش لنفسك تغلطي، ما بتتقبليش الفشل، وكل مرة ده يحصل بتوجهي لنفسك اتهامات وجلد ذات على الفاضي. وعلى فكرة طول ما انت مش متقبلة فكرة الفشل هتفشلي كتير قوي. لكن بمجرد ما تتقبليها وتبطلي تحكمي على نفسك هتلاقي نفسك بتتطوري وبتعملي انجازات مش هتصدقيها. وقفي فورا احساسك البشع ده، لانك مش قليله ومفيش حد فينا اتخلق قليل. بطلي تشوفي نفسك قليله، عشان انت بالطريقه دي هتفضلي تقبلي اللي المفروض يترفض، وهتسكتي عن اللي فوق طاقتك، وهتسيبي فرص لاشخاص اصلا ما يستحقوش نظره واحده بس منك. ووقتها لما يجي فعلا حد يستهلك هتشكي وهتبعدي، وهتحسي انك ما تستهليش. والحقيقه مفيش حد فينا يستاهل يكون متشاف او شايف نفسه قليل، لكن الحل في نظرتك لنفسك مش نظرة الناس ليكي. واحنا في أول صفحة من الكتالوج عرفنا أهمية معرفتك لنفسك، وفي الصفحة التانية فهمنا إن التفكير الزيادة إزاي ممكن يأثر على حياتك، وفي الصفحة التالتة شفنا الاستنزاف العاطفي اللي بيخليكي تسعي دايما إنك تكوني زيادة عن اللزوم، وإزاي ممكن يقضي على شخصيتك. والنهاردة احنا وصلنا لأخطر صفحة بالنسبة لي، وهي شايفة نفسك إزاي. لان رؤيتك لنفسك لو مشوهة هتكتبي كتالوجك غلط، ولو شايفة دايما انك مش كفاية هتفضلي طول عمرك تجري ورا اي شخص تشحتي منه اي حاجة تحسسك ان ليكي قيمة او انك تستاهلي، حتى لو كان مؤذي وبيأذيكي. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. افتكروا الصفحة الخامسة والاخيرة هنتكلم فيها عن ايه. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.